كويس ان انتوا جيتوا يا ولادي، كنت عايز اشوفكم. ابو طارق. ايوه يا حاج. ازاي طارق؟ اعمل ايه؟ يبوس ايدك يا حاج. وانت يا ابو رامي؟ ايوه يا حاج. اخبار رامي ايه؟ انا رامي يا حاج. مش فارقه. وانت يا ابو مازن؟ رشا اخبارها ايه؟ اسمها مازن حجي. انا كنت عايز اشوفكم يا ولاد قبل ما اموت. لا، البرنس هيفضل تمام. وبعدين يا حاج، انت لسه شباب ولسه في العمر كماله. ده انا اول ما عرفت ان انت تعبان جبت ورد زياده وحمص بره على فكره. كل يومين قولونه بينفخ. هي غازات يومين وبتروح لحالها. مين ده يا حاج؟ لا ده اخوك عنده الريسيفر فيه مشاكل بس. لا يا حاج، انت الحرش ده عمره ما يتعب. هو هتلاقي بس شويه دهون على الكبد، تعرف؟ فصين توم، نص ليمونه، شمموا النار، ولا بلاش خليه ني في ني كده، وفي الاخر تروح لافف صدرك كده في فويل عشان تعرق وتقوم الصبح فايق كده وترجع البرنس بتاع زمان. لا خلاص، البرنس خلاص. حاسس ان ده لاست اوردر. لا يابا، لا بابا، ما تقولش كده. لا بابا. عشان كده جمعتكم النهارده عشان اقول لكم السر اللي انا حشيه في قلبي بقالي 20 سنه، من ساعه ما عملت العربيه لغايه ما بقيت البرنس ملك الكبده. ايه ده؟ المصريين يا ولاد اصعب ناس ترضي مزاجهم في الاكل، وانا لازم اطمن على مصر قبل ما اموت. لا يا حاج. عشان كده هقول لكم على سر الخلطه. كرمال الله شباب، حدا فيكم يفهمني شو معنى كلمة خلطة بالأساس؟ يا ابني بس بقى اللي انت بتقوله ده بقى، انت خلاص بتشتغلنا. انت فاكر نفسك سوري صحيح ولا ايه؟ ما تتكلم عادي. يابا في يابا، ما انت اللي قايل لي يابا اعمل سوري يابا، وان السوري واكل الله. السر يا ولاد، السر هيقول اهو. قول بقى السر بقى. قول يا زلمة. السر انه ايوه، انه مفيش سر. قال ان هو ايه ده؟ يعني مش هتدينا اي نصايح يابا تسلقنا؟ مفيش زود شطة، قلل توم، اعمل اي حاجة؟ طبعا في سر. بس السر مش في الخلطة، السر هنا. هنا فين ده؟ هنا، ما انا كنت هقول رايح اهو. أيوة. هنا في المخ مش في الكبدة. ما انا ماليش في المخ يا حاج. اول نصيحة، زبونك لازم يتعب عشان يجيلك. الزباين تحب السسبنس، تحب الدراما، شوارع ضيقة، حواري مكسرة عشان لما يوصل لك يحس بانتصار. السجق يحب الساقع، الكبدة البعيد سرها باتع. كيف؟ تاني نصيحة، ايوه يا حاج قول. المنيو بتاعك لازم يبقى فيه حاجات مش مفهومة، ألغاز. لازم تحط حاجات كده مش باين هي جاية منين. يعني ورقة لحمة. ليه ورقة؟ محدش فاهم، لكن هي اسمها كده عندنا. ملوخية اسكندراني، ملوخية عادية زي بتاعت أي بيت بس جنبها علبة توابل مخرمة. النصيحة التالتة، زبونكم يا ولاد لازم يستنى، يعني يطلب الاوردر. خد بالك تنزل عينك عليه. خلاص، اول ما يبقى قاعد بقى بيفرفر وتعبان تقوم منزل له طبق طحينه صغير كده، بقى ياكل تفتح نفسه ويسكت شويه، وتقعد بقى كل ما يتنرفز يسالك تفسحه، تقول له اللحمه بتتسلق، اللحمه بتتشوي، اللحمه بتتكوي. خلاص حلو كده؟ حلو ده. لما يتعب منك خالص تقوم نازل بقى بالحاجات. تمام كده؟ هياكل اي كلام هيقول عليك برنس. ايه المخ ده؟ بنيه. قول يا حاج، قول يا كبير. أنا دلوقتي هقول لكل واحد فيكم يعمل إيه في المحل بتاعه علشان حاله يمشي. امسك نفسك يا حاج. ايه ده؟ علشان حاله يمشي. أنت يا أبو طارق أمرني يا حاج. يا ابني أنت حالك في النازل. اعمل أي حاجة جديدة، افتح في مصر الجديدة. صح، محتاجينك هناك. وأنت يا أبو مازن أمرك بيي، فيك تحاكيني عن لا مبدئيا بطل الهبل اللي أنت بتعمله ده واتكلم عادي. وانت تبقى عكس ابو طارق خالص، لم فروعك، ما تعملش اللي انت عامله ده. تفتح 19 فرع في تريامف بس، حد يعمل شنبه بالمنظر ده؟ وبتحط جبنه ومايونيز على الشاورما. يا ابني الشاورما ليها اصول، اللحمه طحينه الله عليك، والفراخ توميه. ما بحبهاش يا حاج. اتعلموها بقى. وانت يا ابو رامي قول يا حاج. كمل يا ابني في السجق والاسكندراني، هتغير اسمائهم. هتكتب مثلا جنبهم ايه؟ بكتيريا، فطريات، نتانة. الحاجات دي بتاكل قوي مع ولاد الناس. واهتم بالشطة يا ابو رامي. الشطة يا ابو رامي ليها فايدتين. اولا بتداري على الاكل لو بايظ، وثانيا بتشغل تلاجة الحاجة الساقعة. وكده يا ولاد يبقى الحساب 312 جنيه. ايه ده؟ و2 جنيه توصيل. ايه ده؟ يا حاج. ايه ده؟ بابا
راح يحاسب. قصدي راح يتحاسب. احنا نلم الكراسي ونقفل ونمشي ولا ايه؟ ولا لك شو كتير 312؟ يا اخي اظبط بقى. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يالا؟ هنورث يلا. هنورث يلا. هو شباب هنورث؟ هنورث يلا. ايه ده؟ تصدق كانت غازات؟ ده كان يا نهار ابيض، إيه ده كان كانت غازات؟ انتفاخ. يا ده انا كنت حاسس اني هموت. معلش سلامتك يا عاجبك بابا. كده؟ ابيض اهو رجع الاوردر. ده الحمد لله خالص كده. ولا انت بتعمل انت وهو يا قاعدين جنبك يا بابا عادي. ولد ايه؟ انتوا جايين انتوا فاكريني انتوا فاكريني هموت وهتورثوني؟ انا اللي عملتكم واقدر اعمل غيركم. انا اللي دخلت ورقه اللحم مصر وانا اللي اقدر اطلعها. انا البرنس. احنا في عندنا دليفري لا بقى. احنا نسلم طلبياتنا ونيجي بقى. بره ماشي. فينا نقوم شباب؟ بره. سلامتك يا بابا. سلامتك باي باي. الحمد لله على السلامه يا حاج. يلا يا عم. الو مساء الخير، من فضلك يا فندم ممكن اعمل اوردر؟ لو سمحت عاوز واحد دينر بوكس وبطاطس زياده. كومبو اوكي مفيش مشاكل. لا على نفس الرقم طبعا. ميرسي قوي، في انتظارك. نفسي اعرف الراجل ده بيحط ايه على الفراخ بتاعته. سر الخلطه بتاعه عجيب قوي. السر لو طلع بره اتنين ما يبقاش سر، والعيب لو طلع من اهل العيب ما يبقاش عيب، والقفه ام ودنين لو طلعت بودنين ما تبقاش قفه. ايه ده؟ مش هي المفروض بيشيلوها اتنين ولا ايه؟ لا انت تيجي بقى تمسك الحواوشي لا. وتقعد بقى مكاني انا تتكلم وانا اهز راسي. لا اتفضل اشتغل انت. انا اسف. ايه علاقه بقى الامثال الشعبيه دي كلها بموضوع الاسرار؟ ولا اي حاجه، انا بس حسيت ان هم طق بينزلوا مع بعض فقلت اوجب معاك. نرجع بقى للسر، علشان يبقى السر لازم ما يخرجش بره اتنين. هتلاقي هنا ان العلماء اختلفوا في تفسير الموضوع ده. في الراي الشائع اللي بيقول ان اتنين اللي هم شخصين، في الراي المتشدد بقى اللي بيقول ان الاتنين دول اللي هم الشفتين. محدش عارف ايه القوه الكونيه الرهيبه اللي بتضغط علينا كده علشان نبوح بالسر. تقدرش نحط لساننا في بقنا ونسكت، مش عارف ليه. تحس انه لو كتم السر كده هيطلع له حب الشباب وشعره هيقع. نقعد نفرك كده لحد ما نطلع السر ده وننشره على السطوح. علشان كده في ناس تعريف السر بالنسبه لها بيبقى المعلومه اللي بتقول لكل حد اوعى يقولها لحد تاني، فاهم؟ كده بقى سر. ده كده بقت رحله اسماعيليه حضرتك، دي جمعيه كده مش سر. احتفظ بسرك لنفسك، اكتم شويه، حاول معلش اكتم معايا معلش. ايوه زي مثلا اللي بتعمل مداخله 3 ساعات مع اسامه منير عشان تقول له انها اتجوزت في السر. دلوقتي مصر كلها عرفت حضرتك. طب ما كنت عملتيه في المريض بقى وخلاص، وكنت رقصتي في السر وزغرطتي في السر وجبتي محمود الليثي في السر، خلاص بقى عندك بقى سر وطابع على قلبك قوي. قوله لحد ثقه. يعني مثلا بالنسبه للزوجات، مين امن حد تحكي له اسرارك وانت مطمنه تماما؟ جوزك، مش لانه ستر وغطى وسر في بير والكلام الظريف ده، لا خالص، لانه اصلا مش سامع. هو صحيح باصص لها، شكله متاثر قوي بيهز راسه وكل حاجه، بس هو غالبا يا اما بيفكر في الاستوديو التحليلي اللي قرب يخلص، او في الجدبه اللي هيقولها لها عشان نروح للعيال على القهوه، او في الفسوسه اللي طالعه جنب مناخيرها من اسبوع ما بتروحش، عماله بقى تقول بس حبيبي السر ده في واحد ايه ده، الفسفوسه دي غريبه قوي، فاهم؟ ساعات بقى حد رخم يزنقك ويسالك عن سر انت مش عايز تفشيه، تعمل ايه؟ غلوش على السر بتاعك بسر تاني خالص. والمدرسه اللي بنتعلم منها اللعبه دي هي اللقاءات التلفزيونيه مع المشاهير، لما يسالوهم بقى اسئله من نوعيه ايه؟ قول لنا بقى يا نجمه ايه سر رشاقتك؟ فتجاوب بكل ثقه ومن غير ما تفكر ولا تتردد ولا تهز فيها شعرك. البروكلي. شفت؟ عايز سر؟ خد سر. انسى بقى انك تعرف كلمه عن عمليه تحويل مسار المعده او شد الترهلات اللي عملتها في المانيا. الناس مصحصحه وفاهمه يعني ايه سر يا استاذ. قيس على كده بقى فنانتنا القديره، جمهورك متعطش يعرف ايه سر شبابك المفاجئ الدائم ده. الرد جاهز على طول بقى، شرب الميه، ميه البروكلي مثلا. لا يا ابني ده لو ميه المحياه ما تقدرش تعمل الشغل بتاع الشد والنفخ والبتاع. لا هي جاوبت بشياكه وقالت لك سر كده عشان تلعب انت بيه، لكن انت سمعت حاجه عن الفيلرز؟ قالت حرف عن البوتوكس؟ ما حصلش. سر. نجمنا الجميل، يا ترى ايه سر نجاح مسلسلك ذئاب وكلاب؟ طبعا الروح الحلوه اللي عند فريق العمل، وهم اصلا مقطعين بعض في المحاكم عشان اسمه نزل قبل مش عارف مين، وعادي. في بقى السر اللي يستحسن لكل الاطراف انه يفضل سر فعلا، زي حاله امعائك الغليظه. احنا مالنا؟ الحاجه عدت عليك الصبح بحله كرنب غرقان في صلصه وبتاع، بوظت لك جهازك الهضمي تماما، وطبعا بوظت لنا اليوم احنا بالنسبه لنا كلنا. خلاص بقى كتم على الموضوع ده، ما تقعدش تحكي لنا بقى عن صراعاتك مع الحمام وازاي ربنا مسهلها لك بالتفصيل، وتقعد تقلد لنا المؤثرات الصوتيه اللي انت سامعها. انا مالي؟ او زي البني ادم اللي لما يقوم يروح الحمام ما يرتاحش ولا يهناله بال الا لما يشاركنا اللحظه دي، اللي هو انا هقوم بقى اعمل
في كذا ليه حاسس ان دي معلومه تهمنا؟ ما تخلي نشاطاتك المثيره دي سر بينك وبين نفسك. تلاقيه بطل يقولها لنا وبيكتبها على تويتر، هو يحب يفشي. احتفظ بحاجاتك دي لنفسك او لدكتورك، زي البوكسر مثلا اللي انت ماشي ومبينه للناس بمنتهى الثقه. ده يا ابني كده عيب، دي حاجات جوانيه ملناش فيها. بتشاركنا اسرارك الداخليه ليه؟ هي اسمها داخليه حرفيا، انا دي مش من عندي، هي اسمها كده. ده بالاماره اكبر ماركه في العالم اسمها ايه؟ اسمها فيكتوريا سيكريتس. فاهم؟ الناس دي فاهمين بيعملوا ايه، ده سر نجاحهم على فكره. وعلى قد ما الاسرار بيبقى فيها حاجه مغريه كده انك تفضل تنكش لحد ما تعرفها، الا ان في نوعيه من الاسرار الناس كلها قررت انه لازم يفضل سر لنهايه العالم. ايه دي؟ زي ايه مثلا؟ زي رغيف الحواوشي اللي لسه ب3 جنيه لحد النهارده. احنا فعلا مش عايزين نعرف ايه سر احتفاظه بالسعر ده رغم زياده الاسعار الجنونيه، مش عايزين نعرف ايه المخلوق اللي مستخدم جواه خالص. خليها في سرك، ابوس ايدك. احنا حاسين وشاكين وعارفين وساكتين ومش عايزين نعرف. ده لو الراجل بتاع الحواوشي قرر ان هو يجي لي ويزيح الستار عن السر ده ويتوب ويقول لي الحقيقه، يقول لي يا باشا لسه عايز تعرف الحواوشي ده ليه ب3 جنيه؟ هقول له لا ما تكملش، ما تقولش اصل انا اكلت حواوشي كتير قوي، اكلت كتير قوي. لا سعره ممتاز بصراحه، سعره حلو.